أقول لك على حاجة وما تزعلش مني. أنت هتندم. لو اتجوزت هتندم، ولو ما اتجوزتش برضه هتندم. لو قبلت الوظيفة المعروضة عليك هتندم، ولو رفضتها برضه هتندم. لو مشيت في الطريق ده هتندم، ولو لفيت ومشيت في الطريق التاني برضه هتندم. ولو فضلت في مكانك فأنت أكيد هتندم. أنا مش بقولك كده عشان أحبطك، أنا بس عاوز أوضح لك فكرة بسيطة. لو فهمتها صح طريقة تفكيرك هتتغير 180 درجة، وهتخلي اتخاذك للقرارات أسهل بكتير. الفكرة ببساطة إننا فاهمين الندم غلط، وفاكرين إنه بيحصل بس لما بنفشل أو ناخد قرارات غلط، وإننا طول ما إحنا بنحسبها صح وبالورقة والقلم فإحنا هناخد القرارات المثالية اللي مش هنندم عليها. بس خليني أصدمك يا صديقي وأقولك إن القرار المثالي اللي ما فيهوش ندم ده وهم ومش موجود، وإنك مهما كنت مخطط وقراراتك صحيحة ومدروسة فأنت في لحظة ما، طال الزمان أو قصر، هتندم عليها. لأن الندم ما بيكونش دايما نتيجة غلطة في قراراتك، أنت بتندم لسبب واحد بسيط، هو إنك حر. يعني الندم هو الضريبة أو الثمن اللي بتدفعه مقابل حريتك في اتخاذ القرارات. وخليني أديك مثال. لنفترض إن مديرك في الشغل اتصرف معاك تصرف فيه إهانة، هترد عليه وتاخد حقك ولا هتبلع الإهانة وتعديها عشان أكل العيش؟ أنت دلوقتي في مفترق طرق ولازم تختار. هتعمل إيه؟ أنا أقولك هتعمل إيه. عقلك هيفضل يحلل الخيارات المتاحة ويوازن بينهم ويحسب المميزات والعيوب لكل واحد فيهم عشان يوصل للقرار المثالي اللي مش هيندم عليه. بس الحقيقة إنك في كل الحالات هتندم. لو اخترت المواجهة وإنك تاخد حقك، أنت كده صحيح بتحافظ على كرامتك، بس ممكن يترتب عليه إنك تفقد وظيفتك اللي بقالك سنين بتعافر عشان توصل لها. وبعد فترة لما ما تلاقيش وظيفة تانية بنفس المميزات، عقلك هيبدأ يلومك ويقولك يعني كان لازم تكبر الموضوع، هو أكيد المدير ما كانش يقصد المعنى اللي جه في دماغك، ويفضل يزن عليك لحد ما يخليك تندم على قرارك. ولو اخترت السكوت وعدم المواجهة هتحافظ على الوظيفة، بس مع أول إهانة تانية عقلك هيقولك شفت لو كنت أخدت موقف من الأول ما كانش ده بقى حالك، كان زمانك بحافظ على كرامتك. تغور الوظيفة أهم حاجة الكرامة، ويفضل برضه يزن عليك لحد ما يخليك تندم على قرارك. يعني في الحالتين أنت ندمان. طيب ليه بيحصل معانا كده؟ السبب يا صديقي إنك لما بتختار خيار معين فأنت بالضرورة بتقول لأ لكل الخيارات التانية، وبغض النظر عن شكل القرار اللي هتاخده أو الطريق اللي هتمشي فيه. لكن مع أول مشكلة هتواجهك عقلك هيبدأ يسألك ماذا لو كنت اخترت الطريق التاني، وهيبدأ يتخيل إيه اللي كان هيحصل وشكل حياتك كان هيبقى عامل إزاي. والمشكلة إن العقل شاطر قوي في التخيل، وفي نفس الوقت كذاب محترف، وعنده قدرة رهيبة على تجميل كل الطرق اللي انت قررت إنك ما تمشيش فيها، فيمسح منها كل المشاكل والصعوبات ويسيب بس الصورة الوردية. ويفضل يقولك شفت لو كنت اخترت الطريق التاني كان زمانك مرتاح ومبسوط، مع إن الطريق التاني ده برضه أكيد فيه مشاكل وصعوبات، وعمره ما هيكون بالجمال والمثالية اللي في خيالك. طيب في حل يعني، ولا هنفضل محتارين كده مش عارفين نختار؟ لا، الحل موجود وبسيط، وهو إنك تتقبل فكرة إنه في أمور الدنيا مفيش قرار خالي من الندم بنسبة 100%. لو تقبلت الحقيقة دي، السؤال الجوهري في حياتك اللي بيحركك وقت اتخاذ القرارات هيتغير. يعني بدل ما كنت بتسأل إزاي أتجنب الندم، هيكون سؤالك إيه نوع الندم اللي أنا ممكن أتقبله وأتعايش معاه. لما هتسأل نفسك السؤال ده هتلاقي اتخاذ القرارات بقى أسهل بكتير، لأنك بقيت عارف إنه مفيش قرار من غير تمن. بس السؤال هيكون إيه هو التمن اللي أنت مستعد إنك تدفعه؟ يعني في المثال بتاع المدير والإهانة، اسأل نفسك إيه هو الندم اللي هتتقبله وتتعايش معاه؟ ندم فقدان الوظيفة ولا ندم فقدان الكرامة؟ السؤال ده هينقلك من دور الضحية اللي خايف ياخد قرار عشان ما يندمش، لدور البطل اللي بيختار معاركه بوعي وبيكون عارف التمن اللي مستعد إنه يدفعه. فما تخليش خوفك من الندم يشل حركتك ويصعب عليك اتخاذ القرارات، لأنه زي ما قلت لك في الأول أنت كده كده هتندم. لو عجبك الفيديو فأنا يسعدني جدا إنك تشترك في القناة. سلام.